بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أخواتي في قناة مطبخ وتدابير أسرار. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم مهنيين وفي صحة جيدة. وصفتنا لنهار اليوم وصفة البراج أو المبرجة، كل واحد كيفاش يسميها في المنطقة ديالو. اليوم راح نعطيه لكم بمقادير مضبوطة مع كامل الأسرار باش تنجحوا فيه، تتحصلوا على براج يذوب في اليد قبل الفم، بزاف بزاف بنين. راح نعطي لكم سر اللون باش تتحصلوا على هذا الإحمرار اللي راكم تشوفوا فيه. كذلك راح نوريكم طريقه كيفاش تتعاملوا كي تكون عندكم كميه كبيره بلا ما تتعبوا، خصوصا للمبتدئات. اهم حاجه كملوا الفيديو حتى الاخير وشجعوني ابجام وكومنتار مشجع. ونبداو على بركه الرحمن في تحضير الوصفه. اول حاجه بالنسبه للبول، انا استعملت هذا البول الكبير يا البنات. القاعده تقول انه البول اللي نكيلو به السميد هو نفس البول اللي نكملوا به ليدام والماء. انا استعملت 3 بولات نتاع السميد متوسط. هذا البول الثالث نضيف لهم الملح الكميه الكافيه، ونزيدو نضيف لهم مغرف كبيره مملوءه من بودره الحليب. بودره الحليب يا البنات هي اللي راح تعاون البراج نتاعنا باش يحمر، وكذلك يعتبر كمحسن. ونزيدو نضيفهم غرفه صغيره من العسيله، غرفه صغيره خلاص يا البنات، ماشي المتوسطه، غرفه صغيره خلاص نتاع العسيله. المقطع ما تسجلش لكن راهي ظهرت في الصوره. نخلطوا هذه المكونات مع بعض قبل ما نضيفوا ليدام. بالنسبه لليدام يا البنات نفس البول كما سبق وذكرت اللي عبرت به السميد هو نفس البول اللي نعبروا به ليدام. حطيت تقريبا فوق النص نتاع السمن دايبه وبارده، وكملتها بزيت الزيتون. طبعا اللي ما عندهاش زيت الزيتون او ما تحبش زيت الزيتون تقدر تكمل بالمارغرين، تخدم خليط بين السمن والمارغرين، او تكمل بالزيت العادي. لكن ننصحكم تجربوه وتكملوا بزيت الزيتون، فيه وحده البنه. يعني ما عندي ما نحكي لكم على بنة البراج بريحة زيت الزيتون. ونبدا نبسس. اول حاجه نبسسو بهذه الطريقه. شوفوا اهم حاجه لازم ليدام يدخل في كامل المسامات نتاع السميد، بسو بالشكل جيد. بعد ما نكمل نبسس نفس البول اللي عبرت به السميد وليدام عمرته بالماء. ونبدا يا البنات نرش غير بالعقل ونستعمل رؤوس الاصابع. شوفوا ما نعجنوش البراج، ما يتعجنش، نحركوا عليه برؤوس الاصابع. شوفوا ونتحصلوا على عجينه تكون طريه، لازم تكون طريه لانه رايحه تزيد تشرب. هذه هي الكميه فقط اللي بقات لي نتاع الماء، لانه كاين نوعيه السميد تختلف. اسهل طريقه هي البنات راح نستعملوها بما انه عندي كميه كبيره، ودائما البراج نتاعي باش يجيو الطبقات متساويين. رفدت العجينه وزنتها وقسمتها على 2 كرات نتاع العجين وخليتها بجانب. وراح نستعمل السنيوه. عندي سنيوه هنايا كبيره في الحجم. طبعا الا حطيتو كميه كبيره كيلتو بكاس او بول صغير استعملوا سنيوه صغيره. انا استعملت هاد السنيوه، فرجتها بكيس بلاستيكي غذائي، وجبت الكره الاولى نتاع العجين وبديت نبسط فيها على كامل السطح نتاع السنيوه. شوفوا البنات بعد ما كملت نزيد نحل التمر نتاعي. طبعا بالنسبه للتمر عجنته بزيت الزيتون يا البنات فقط. المقطع كذلك ما تسجلش، عجنته بزيت الزيتون يعطي له واحد البنه ما عندي ما نحكي لكم حتى يرجع طري. وطبعا اللي ما يفضلوش زيت الزيتون او ما عندهمش يعجنوه بالمارغرين، هذه حاجه ترجع لكم. بعد ما زيت حليت التمر ديالي نزيد نحطها كطبقه في السنيوه كذلك على الطبقه نتاع العجين، ونحي الزوائد كما راكم تشوفوا. ونزيد نضيف الكره الثانيه نتاع العجين كما شفتوا. وراح نوضح لكم كيفاش يعني العجينه تاعي راهي ما شاء الله طريه. هنايا نزيد نحطها وشوفوا كيفاش الطريقه كيفاش راني نخدم غير بالاصابع. ومن بعد اي مكان فيه الفراغ نعمرو بالعجينه ومن بعد نسويها باليد. يعني ما كانش ما اسهل، هذه اسهل طريقه راح تعاونكم كي تكون عندكم كميه كبيره. نبسط مليح باليد ومن بعد يا البنات نقلبوا السنيوه على سطح العامل. وكما شفتوا العجينه تاعي راهي خشينه. طبعا ما رايحاش نخلي البراج نتاعي بهذا السمك. شوفوا الطريقه، نبدا نبسط باليد اولا ومن بعد نستعملوا الحلال حتى نوصل للسمك اللي حباته. كل واحد كيفاش يحب البراج نتاعو، خشين او متوسط او رقيق، لكم الاختيار. من بعد يا البنات نحط الطاجين تاعي يبدا يسخن ونقطع البراج نتاعي. كل وحده تقطع بالشكل اللي تفضلوه، مربعات او معينات، لكم الاختيار. نكمل. شوفوا
انا خدمت كميه ما شاء الله نتاع البراج. كملت قطعتها ونبدا نرفد بالحبه ونحط. بالنسبه للنار يا البنات تكون متوسطه اللي نطيبوا فيها البراج، متوسطه. نحطهم في الطاجين نستفوهم وما نقلبوهمش حتى نحسوا انهم بداو يتماسكوا ويحمروا من الجهه الثانيه. شوفوا هنايا كيفاش راهو بدا يحمر. شوفوا بالنسبه لبودره الحليب كيفاش راهي تعاونني في الاحمرار، كذلك كانها محسن لهذا البراج. وجاو خفاف ومبسين ما عندي ما نحكي لكم. ويقعدوا خصوصا كي فيهم زيت الزيتون يا البنات يقعدوا لي مده طويله. هنايا نقلب عليهم بهذا الشكل. شوفوا الاحمرار، اللون اللي عطالي محسن عفوا بودره الحليب مع المغرفه صغيره خلاص نتاع العسيله. نكمل كامل الكميه اللي عندي نطيبهم. شوفوا كيفاش تحمروا وجاو ما شاء الله. ريحتهم راهي يعني في الكوزينه تعبك ما شاء الله. وطبعا دائما نمسحوا الطاجين قبل ما نزيدو نضيفوا البراج حتى نكمل كامل الكميه. وتحصلت على هذا البراج ريحته وبنته ما عندي ما نحكي لكم عليها. نتمنى الوصفه تنال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد. قناه مطبخ وتدابير اسرار. وما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه في وصفات اخرى باذن الله.